السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا ليه عارفين الصح ومش بنعمله؟ اولا كده وبدون مقدمات كتيرة لعدة اسباب ان شاء الله باذن الله هنلخصها في الفيديو ده كله. اول حاجة ممكن يكون بسبب ذنب احنا بنعمله، فربنا سبحانه وتعالى بيحرمنا من التوفيق وبيحرمنا من الحاجات النافعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني العبد ربنا سبحانه وتعالى بيحرمه من الرزق، ومن اكبر الرزق التوفيق بسبب ايه؟ بسبب ذنب هو عمله. ممكن ايه تاني؟ ممكن يكون حضرتك وحضراتنا كلنا شايفين ان الحاجة الصح صعبة، الحاجة الصح شاقة، الحاجة الصح عايزة مجهود وعايزة شغل وعايزة تعليم وعايزة كورسات ومش عارف ايه، واحنا بنحب نريح دماغنا فما بنعملهاش. وممكن ايه تاني؟ الحاجة التالتة ممكن تكون ان انا شايف نفسي انا. يعني ايه انا؟ يعني انا اللي هعمل، انا اللي هسوي، انا اللي هروح، انا اللي هاجي. وده مش صح. امال ايه الصح؟ ربنا سبحانه وتعالى هيعني فانا هعمل، ربنا سبحانه وتعالى هيوفقني فانا هعمل، ربنا سبحانه وتعالى هيعلمني فانا هتعلم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيردد معاهم، يعني لولا ربنا سبحانه وتعالى الصحابة ما كانش ربنا هداهم، وما كانوش اتصدقوا وما كانوش صلوا. واحنا كمان لولا ربنا سبحانه وتعالى ما كناش اتعلمنا، ما كناش عرفنا ده صح وده غلط. لولا ربنا سبحانه وتعالى ما كانش ربنا سبحانه وتعالى هدانا للحاجة الصح. وطبعا ما ننساش الكسل. احنا كبني ادمين بنحب الكسل، مش بنحب نتعب، مش بنحب نروح ونيجي، مش بنحب الفرهضة، مش بنحب نتعلم ولسه نقعد شهرين 3 4 5 6 في حاجة عشان نتعلمها وبعد كده نشتغل بيها على ايه؟ فاحنا نريح دماغنا. واخيرا وليس باخرا وهي الاعتمادية. احنا بنحب نعتمد على الغير. ازاي الكلام ده؟ مثلا في بيت من البيوت في اب ربنا يديله الصحة وفي ام ربنا يديها الصحة. الاب بيطلع يشتغل وربنا سبحانه وتعالى بيرزقه بفلوس، فبيجي البيت يدي الام الفلوس، الام تطلع تجيب اكل، تطلع تجيب شرب، مش عارف ايه. الولد ولا البنت يصحى من النوم بيتلاقي فلوس الحمد لله، وبيتلاقي اكل وبيتلاقي شرب وبيتلاقي هدومه جاهزة وكل حاجة. فهو ليه يتعب وهو اصلا معتمد على غيره؟ هو ليه يتعب وهو لاقي حاجته كلها مجابة؟ ليه يتعب وهو لاقي طلباته كلها ملبية؟ مش معنى كده ان الناس اللي عندها كده ان هي مش بتعمل الصح، لا، في جزء بيعمل الصح، بس الشريحة الاكبر ان هو مدام طلباته ملبية وحاجته مجابة فخلاص اريح دماغي وما اعملش حاجة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاعجاب والتعليق والاشتراك والمشاركة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أنا عبد الرحمن شريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.